ازاي الدحيح بيذاكر وبيرتب على الدفعه؟ بما اني بيقولوا عليا دحيح، اتخرجت من الجامعه بامتياز والجي بي اي 3.94، تعينت معيد في الجامعه. هقول لك يوم الدحيحه بيمشي ازاي، او الدحيحه من الاول بتذاكر ازاي. الدحيح عنده قاعدتين اساسيتين بيعملهم وهو بيذاكر. رقم واحد انه بيذاكر الحاجه في يومها. يبدا يوم يروح جامعته، يحضر محاضراته، يحضر سكاشنه، يكتب ورا الدكتور، يروح يجيب ورقه وقلم، بيعتمد ان هو لسه سامع الحاجه من الدكتور او من المعيد دلوقتي، هروح اذاكرها فمش هتاخد وقت. وده اللي كان بيحصل. انت بتروح مثلا الساعه 5 و6 المغرب، انا في فاصل زمني قد ايه بين تاني يوم ان انا عندي فيه جامعه 5 6 ساعات، اذاكر من 3 ساعات مثلا، ساعتين 3 ساعات هقعد اذاكر ورقه وقلم. اوعى تذاكر بعينك، ما فيش ولا تقول شات جي بي تي هيلخص لي ولا الكلام ده خالص، لا، بذاكر ورقه وقلم. ثم تاني حاجه الدحيح بيعتمد عليها، ان هو بيقعد الجمعه والسبت، دول حاجه محترمه جدا بالنسبه له، مهمه جدا. بيعمل ايه؟ كل اللي ذاكره طول الاسبوع بيقعد يراجعه، يحل الشيتس بتاعته، يجيب افكار من مرجع يذاكر فيها شويه. الموضوع ما هوش بالكميات، الموضوع بيسترس عليك في عدد الساعات لما بتركن. لكن طول ما انت بتذاكر اول باول مفيش عدد ساعات مش هتحس ان انت مضغوط تماما ببرود، لان الحاجه دي انا مجرد ما سمعتها ذاكرتها، ده بيريحك انت نفسيا. وانت داخل نفسيا بتكون مرتاح. تحاول انت تظبط مودك دايما. تحب تشرب قهوه، اعمل كوبايه قهوه وانت قاعد. تحب تشرب شاي، اعمل شاي. تحب تشرب نسكافيه، اعمل نسكافيه. حاول ان انت تظبط مودك، لان المذاكره 99% منها مود.